عن التعليم في مصر النهارده عندهم ايمان كامل بالتعليم الفني، لان كل التوجه اللي موجود في الدوله ان التعليم الفني هو قاطره الاقتصاد. اقتصادنا المصري محتاج التعليم الفني بشكل اساسي في المرحله اللي احنا فيها. تم التنويه عن ده في اكثر من مره، وخاصه في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ زي ما شفنا. التعليم الفني هو الامل في المستقبل، هو الامل لحل الكثير والكثير من المشاكل اللي موجوده في مجتمعنا النهارده، والامل في نهضه مصر للمستقبل. يشرفني ان يكون معايا الاستاذ يوسف الديب مدير عام اداره وسط التعليميه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينك الكرام. وجودك النهارده في مدرسه تومبروزو الثانويه الفنيه بنات دليل على اهتمام كل المسؤولين النهارده في وزاره التعليم على التعليم الفني. ان شايفين حضرتك حتى بتدور على تفاصيل معينه وبتسعى حاجات معينه ازاي تعمل ربط ما بين المدرسه وبين المدارس الاخرى في تسويق منتجاتها وكده. ايه راي حضرتك في ان التعليم الفني يكون هو كل الدوله النهارده تكون عندها التوجه الخاص بدعم التعليم الفني؟ اولا انا برحب بزملائك وبرحب بالساده المشاهدين انهم يشوفوا مدارسنا. انا عايز اقول لحضرتك ان انت في مدرسه فريده من نوعها في محافظه الاسكندريه، اللي هي مدرسه تومبروزو المهنيه الثانويه المهنيه الصناعيه. المدرسه دي مدرسه وحيده في اسكندريه بتقبل الولاد فيها قسمين، قسم التريكو وقسم النسيج او قسم الملابس. المدرسه دي تعتبر من المدارس الرائده، دايما بيطلع منها الاوائل على مستوى الجمهوريه. بناتنا بيتعلموا مهاره، بيتعلموا فن ازاي يشتغلوا كويس بايديهم. احنا بنركز ان احنا التكنولوجيا المتقدمه دلوقتي تكاد تكون قربت تنهي على مهارات. بنحاول نعيد المهارات الانسانيه والابداع الانساني. بناتنا بيتعلموا حاجات كويسه بيصنعوها بايديهم. الحاجات الصناعيه اللي بالايد دي حاجه تعلم كويس قوي ان الحاجات دي غاليه، غير المنتج اللي بيتم عن طريق المكن اللي هو الستاندرد. فاحنا لا، وخامات مش خامات غير جيده، خامات بتستهلك بسرعه. احنا بنتكلم النهارده على خامات مختلفه، على اداء مختلف، على فن زي ما حضرتك بتقول. نعم. المدرسه الحمد لله بتشتغل كويس جدا. انا زرت المدرسه دي اكثر من مره، فيها كفاءات كويسه من الساده المعلمين بشكرهم، بيعلموا بناتنا كويس زي ما بنطلع منها الاوائل زي ما قلت لحضرتك. احنا ان شاء الله النهارده بقى جايين نتكلم في جزئيه ثانيه، ان احنا ان شاء الله هنربط مدرستنا دي بالمدارس اللي حوالين منها، ان هي تصنع لهم الزي المدرسي في قسم النسيج بتاعهم. ان شاء الله ده هيتم في العام القادم، وهنشوف المدارس اللي حوالين منها بيحتاجوا كام الف قطعه، وهنخليهم يصنعوهم هنا، والزملاء المعلمين يصنعهم وبناتنا يصنعهم، وهم اللي يستفيدوا بدل ما احنا نروح للمصانع اللي بره بتعمل عمل جلل بالعربي بتقولوا ده. لان احنا بنتكلم النهارده ازمه المدارس دي في التسويق. فاحنا النهارده انت بتوفر على الدوله جزء كبير من الموارد اللي هي بتصرف في عمليه الزي المدرسي والكلام ده، في نفس الوقت بتعمل عمليه تطوير للصناعه داخل المدارس الفنيه. انا عايز اقول للساده اولياء الامور اشتروا الزي المدرسي من المدارس الصناعيه بتاعت الاداره. احنا بننتج زي هننتج. انا طبقت التجربه دي قبل كده في اداره شرق التعليميه، وان شاء الله السنه دي هطبقها في اداره وسط. انا بقول للساده اولياء الامور حاجه وبتكلفه قليله جدا، تكاد تكون حسب قدرة كل مدرسة. هنربط مجموعة مدارس على كل مدرسة صناعية تنتج الزي لأبنائنا. فأنا بقول لزملائنا أولياء الأمور وإحنا كمان أولياء أمور نشتري الزي المدرسي من المدارس. دي نقطة. النقطة الثانية إن شاء الله بالنسبه لمشروع راس المال اللي موجود في المدارس الصناعيه، احنا هنعمل معرض دائم ان شاء الله. وانا اتكلمت مع الاستاذ الزميل. المعرض بتاع نادي المعلمين؟ لا، ده غير معرض نادي المعلمين خالص، ده احنا هنعمل معرض في المدرسه دي. اتكلمت مع الزميل مدير التعليم الفني في الاداره الوسط معايا الاستاذ عبد الحليم فواز طبعا، ان احنا هنعمل هنا في المدرسه ان شاء الله معرض دائم تبع مشروع راس المال لزملاء المعلمين وبناتنا الطلاب اللي ينتجوه، هيبقى موجود في المعرض، وهيبقى المعرض ده على الشارع. واحنا برضه بدعو اولياء الامور وبدعو الساده المواطنين ان هم ممكن لما نفتح المعرض ان شاء الله هنفتتحه، وهنجيب الساده المسؤولين اللي هم قادتنا يعني يجي يفتتحوا المعرض ده، وهيبقى موجود كلنا نشتري منه ان شاء الله. هيبقى حاجه كويسه، واحنا بنشجع زي ما بنشجع المصانع تشتغل، احنا بنشجع مدارسنا كمصانع. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، ان احنا السنه دي في مدرسه هتنشا في مصنع، بس
كده ما بقتش علينا كتير. فانا بقول لزملاء المعلمين هو مصنع يغلبكم. لا هم هنا هيكسبوا. هنا لازم تبقى مصنع جوه المدرسه كمان وننتج، وحاجتكم اللي تنتجوها ان شاء الله تتباع وهتبقى كويسه وفي متناول الجميع ان شاء الله. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان انت دي مفاجاه اللي حضرتك بتقول بالنسبه لنا احنا هنا في برنامج دوري موتور. احنا بقالنا اكتر من سنه بنتكلم في الافكار دي، حضرتك جيت او جست فانجزت، حققت كل الافكار اللي احنا بننادي بيها ونطالب بيها والمعلمين بيطلبوها والطلبه بيطلبوها بشكل سريع جدا وبشكل عبقري في الحقيقه. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على المجهود وعلى الفكر وعلى الدور اللي حضرتك بتقوم بيه النهارده. تسلم لي، شكرا جزيلا. وزي ما قلت باكد على كلمه حضرتك في البدايه ان التعليم الفني في مصر هو قاطره التعليم، وهو قاطره التعليم او قاطره الاقتصاد المصري، واحنا بنغذي لجميع المصانع المصريه كافه المهارات اللي هم يقدروا يشتغلوا على المكن واللي يقدروا يشتغلوا بايديهم. بشكر حضرتك على فكره حضرتك، وان شاء الله دور الموتور يتم شغال على طول. مدرسة البروز الثانوية الفنية لما دخلناها وكنا موجودين فيها النهارده لاحظنا حاجة غريبة قوي. المدرسة منظمة جدا ومرتبة جدا، شكل الفصول هنا جميل جدا، في نظافة عالية، بالإضافة لكده وده اللي يهمنا في الموضوع، الأجهزة والمكن اللي موجود هنا في صناعه المنسوجات متطور عن اماكن كتير جدا. شايفين حاله مختلفه، شايفين طلبه ملتزمين، شايفين التزام يدينا شكل حلو وجميل كده عن المدارس الفنيه، وتبقى رساله لكل طلبه مصر ان المدارس الفنيه ماشيه في الطريق الصحيح. استاذ كامل مغاوري وهو مدير المدرسه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك سعادتك. فندم اولا بشكرك على المجهود اللي احنا شايفينه، وشايفين يعني ان الحاله عندك مختلفه، وده شيء احنا بندعمه، دي رسالتنا في برنامج دوري موتور، ان مدارس التعليم الفني تبقى بالمستوى اللي احنا شايفينه ده. كلمني عن اللي موجود عند حضرتك في المدرسه والتطور اللي احنا شايفينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه للتطوير الحمد لله رب العالمين هو مشي في كذا اتجاه، الناحيه التربويه والناحيه اللي هي الميكانيكيه او المعدات. الحمد لله الوزاره السنه دي مدتنا بالسنه دي هذا العام في شهر 5 اللي فات بمكن جديد لسه جاي السنه دي بالنسبه للمدرسه. ده بالنسبه للاتجاه الاولاني. الحاجه الثانيه بالنسبه الحمد لله ان هو احنا عندنا طبعا عندنا التعليم الفني اللي هو قاطره التنميه، هو المستقبل بالنسبه للطلبه اللي موجود، سواء البنت تاخد دبلوم وقدرت ان هي تجد مكان في العمل فده موجود. الناحيه الثانيه الاتجاه الثاني وهو تكمله الناحيه التعليميه بتاعتها. انت في متفوقين كتير بيطلعوا من عندك في المدرسه. الحمد لله رب العالمين احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها ولمده 4 سنين اكثر احنا عندنا الاولى على مستوى الجمهوريه من المدرسه، 4 سنين او 5 سنين فاتوا على مستوى الجمهوريه من المكان اللي احنا فيه. دبلوم صناعي مهني على مستوى الجمهوريه، والحمد لله الطلبه حاليا دلوقتي بتكمل في كليه بعد كل تربيه يعني في خلال 4 سنين ممكن تبقى زميله لنا هو في المدرسه، ممكن تتعين عشان تبقى مدرس ناظر في المدرسه، والحمد لله دلوقتي حاليا في ناس اللي بيكمل منهم ماجستير وبيكمل دكتوراه. يعني هنا المجال العلمي او فكره العلم هنا مختلفه تماما. لا مختلف الحمد لله رب العالمين. طبعا الطالب هنا بيدرس انجليزي وبيدرس رياضه، وبرضه بالنسبه بيضيف عليه بقى مواد تخصص اللي هي الخامات والمقايسات والتكنولوجيا والحاجات دي كلها. وممكن لما بعدين في حاجه يعني السوق هنا هوت يمكن متعطش جدا، وخاصه الملابس والتريكو للناس. يعني احنا لو مشينا في اي مكان هنلاقي اعلانات كبيره جدا في اماكن كثيره جدا بتطلب عمال بالنسبه لهذه الاقسام، وعندها فرصه ثانيه ان ممكن تعمل مشروع صغير. ولله الحمد ان المدرسه بدات تتجه اتجاه اخر بالنسبه للوزاره برضك، ان احنا بدانا نعمل عمليه التعليم المزدوج. هو ده اللي كنت هسالك عليه، هو ده كان سؤالي بالظبط، لان في بعض المستثمرين وبعض اصحاب المصانع بيشكوا من فكره ان طالب التعليم الفني اللي بيتخرج مش بيكون على مستوى التدريب الكافي، مثلا طبعا التقدم التكنولوجي في الظروف اللي مصر ان احنا نوفر كل الاجهزه والدعم اللوجستي المطلوب بالطريقه دي، فهل التعليم المزدوج هيحل لك المشكله دي؟ التعليم المزدوج ان امكانيات المصنع بتبقى اكبر من امكانيات الورشه، وعشان نكون بصراحه جدا ان برضك امكانيات يعني المسافه الزمنيه ما بين المجال المكني القديم والجديد بيوصل ل 25 او 20 سنه عشان نكون ده رقم كبير جدا على فكره. طبعا بيتغير فيه التكنولوجيا كتير جدا، لكن المصنع عاده فالبنت لما تتدرب في المصنع بتطلع تشتغل في نفس المصنع، وبتلاقي ما بيبقاش فيه اختلاف تكنولوجي كبير جدا جدا جدا. وحتى لو ما اشتغلتش انا خدت الخبره التدريبيه الكافيه اللي تقالي ان اشتغل في اي مكان مماثل في نفس التوقيت. بالظبط طبعا. حتى لو يعني حابه تعمل مشروع صغير طبعا هتجيب المكن اللي موجود في السوق الجديد اللي هو بيتماثل او بيتشابه مع المصنع، هيبقى بالنسبه لها مش عليها وتقدر تعمل صغير وتبدا. دايما بنتكلم ان مفيش دعم للتعليم الفني في مصر من غير ما نراعي مدرس التعليم الفني، اللي هو في الحقيقه في ناس كتير شايفه ان هو مظلوم وشايفه انه عنده مشاكل كتير جدا. احنا النهارده جزء من رسالتنا في دوري موتور ان احنا نبرز الفكره دي، نبرز فكره محتاج ايه مدرس التعليم الفني، لسه محتاج ايه.
لا، مدرس التعليم الفني محتاج ان هو المفروض برضك ان المكن الجديد لما يجي يتاهل لتدريب المكن الجديد اللي يجي، ان هو يبقى فيه دورات تدريبيه بالنسبه للمكن الموجود. الحاجه الثانيه، مدرس التعليم الفني هو راجل منتج. بالظبط. المعروضات اللي هي موجوده قدام حضرتك اللي احنا بنقول سيدها هي للاسف هي معروضات المتبقيه من السنه اللي فاتت. احنا عندنا معروضات على اعلى مستوى جدا، ولكن طبعا في بيتعمل معرض كل سنه اللي هي موجود في نادي المعلمين كل سنه، حضرناه وسجلنا فيها. والمعارض كلها يعني المنتج كله اتباع تقريبا، ما فيش اي حاجه منه. فدي للاسف اللي هي بعض الاشياء اللي هي القليله المتبقيه. لكن لو كان البرنامج يمكن جالي يعني متاخر شويه 3 و4 كان ممكن هتبقى المنتجات اللي هي موجوده بتاعت السنه دي اللي هي بتتباع كل سنه هتبقى موجوده. وطبعا المعلم منتج، فالمفروض ان هو يميز عن اي معلم تاني، ان هو بيبرز وفي انتاج وفي محتاجين نتوسع في فكره المصنع جوه المدرسه عشان نوفر موارد ماليه ازيد للمدرسه. انا بنادي المسؤولين برجاء، اذا كنت عايز تعمل فعلا مصنع جوه المدرسه يبقى لازم المكان اللي انا اعرض فيه البضاعه بتاعتي بره. تسويق برضه. التسويق، وهو بالظبط هي الازمه دايما. انا بنادي الساده المسؤولين، انا عندي حديقه بره، انا لازم افتح مكان للجمهور مباشره. ما ينفعش المعرض جوه المدرسه. لا، وده حصل في المدارس الفنيه الزراعيه على وجه التحديد، ان بقى عندهم اماكن للعرض وبيعرضوا فيها منتجاتهم وبيبيعوا وبيكسبوا وبيصرفوا على المدرسه. الله في مشروع قريب عندي في جنينه موجوده على الشارع بعرض 30 متر، وان شاء الله المعماريه وان شاء الله هنقدمها للاستاذ التعليم الفني نرفعها للوزير ان شاء الله، لان المكان ده ممكن ان هو يتعمل معرض دائم للمنتجات كل مدارس الثانويه الصناعيه. ان الطول بتاعي على الشارع 30 متر تقريبا، في عرض 6 متر. بنتمنى ان احنا ان شاء الله لما نقدم الطلب يتوافق عليه ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا معاكم وبندعمكم في ده بشكل مباشر، وده دورنا في برنامج دور وموتور. بس انا بقى هراجع معاك وهتفرج على جوده المنتجات لان ده المهم عشان نبتدي نصدر بقى المدارس الفنيه. شكرا ليك جدا. اللي هيحكم على المنتجات السوق. صح كده. لما الناس تيجي تشتري هي تحكم على المنتج. والمنتجات بتاعتنا جيده وبتعبر سعر اكتر، حيث ان احنا نادرا لما تلاقي موضوع الهاند ميد، والهاند ميد اللي هو موجود عندنا بالنسبه لقسم التريكو شغال على اعلى مستوى ان شاء الله. والهاند ميد حاجه نادره في السوق. حاجه نادره. وده تقدر المدرسه الفنيه تعملها. ليها الزباين بتوعها او الناس اللي بيفهموا في سوق في الهاند ميد، وفي برضك الطلبه او الناس اللي بتعمل هاند ميد يعتبر عددهم قليل. ان شاء الله نشوف المدارس الفنيه في مصر بتصدر مش بس بتنتج للسوق المحلي. شكرا ليك ان شاء الله. تجربة مختلفة لما تكون طالب تعليم فني، لانك بتكتشف ان كل اللي بتسمعه عن التعليم الفني مش حقيقي، انك بتكتشف ان التعليم الفني ممكن يقدم لك حالة فريدة ومختلفة. ممكن مش بس تتعلم، انت بتتعلم وبتلاقي فرصة عمل وبتشتغل، وممكن كمان تزود المادة العلمية بتاعتك لمستوى طلبة الجامعة وطلبة التعليم العادي ما بيوصل. سعيد. سنة كام؟ ثالثة سنة. تدرسي ايه هنا؟ قسم ملابس جاهزة. ممكن يكون طبعا. تعرف عليك. إسراء يوسف، قسم ملابس جاهزة، ثالثة ثانوي. وانت؟ فاطمة محمد، قسم ملابس جاهزة، ثالثة ثانوي. سمعت ان في حد فيكم اشتغل فعلا في سوق العمل، مين انت؟ قولي لي، احكي لي التجربة بتاعتك. تجربة جميلة جدا. اعتمدت على نفسي كتير. شوف، حبيت المجال ده، انا ما كنتش حباه خالص جدا. دخلت المدرسة حبيته، اشتغلت بره. بس. طب لما اشتغلتي بقى حسيتي بفرق بينك وبين الطلبة اللي لسه بيدرسوا ما يعرفوش حاجة عن الشغل؟ اكيد طبعا. وانا بشتغل راح فاهمة الشغل ايه. بتفرق طبعا حاجات كتير. حاسة ان مستقبلك افضل؟ اكيد طبعا. تكسبي كويس بقى ولا الدنيا لسه شويه؟ الحمد لله. مش هحسدك والله، بس انا عايز اعرف. لا، الحمد لله. الحمد لله. الموضوع مجزي يعني؟ اكيد طبعا. تمام. وانت برضه تجربتك في الموضوع ايه؟ فكره التعليم الفني، يعني فكره ان انت النهارده بتشتغلي في قسم صناعه المنسوجات وبتشتغلي في مجال مختلف خالص وبتدرسي حاجه مختلفه خالص. يعني هو القسم كويس جدا وشغلنا حلو قوي، كلنا حابينه. اتعلمتي بقى، بتعرفي تعملي بقى الحاجات الصعبه اللي انا بشوفها دي؟ هي كل حاجة
سهلة جدا بالنسبة للي عارف، سهلة. بالنسبه للي عارف سهل، لكن انا عشان مش عارف فمش الموضوع صعب. صعبة، بس هي لينا احنا عشان احنا اتعلمناها، بالنسبة لينا سهلة. اشتغلتي بايدك بقى بره ولا لسه؟ لا. جربتي تشتغلي؟ لسه كله هنا في المدرسه. بس حاجات سهلة اللي احنا اخدناها عشان احنا اتعودنا عليها. كملي في المجال ده. فني ده حاجه قليله وحاجه مش زي التعليم العام. عشان ما فهمهاش، هو لو فهمها هيحس انها سهلة. فعلا صح. صح، يعني انت شايفه ان التعليم الفني هو المستقبل فعلا؟ طبعا. مش انت اقل من حد. لا طبعا. زينا زي الثانوي العام بالظبط. التعامل مع الناس ازاي. ودي حاجه مهمه جدا في تسويق المنتجات. النهارده لما يبقى عندك منتج وفي ناس كتير بتشتغل وتنتج وتعرف تسوق منتجات، ما بيعلموكش الصح. قولي عايز تقولي ايه؟ يعني هو في بره في المدارس بيقولوا دي ثانوي مهني، بس هي احسن من مدارس تانية بكتير، عشان احنا متعلمين حاجات في ناس تانية ما بتعرفش تعملها. حد فيكم ناوي يكمل في الجامعه ولا هنتوقف لحد كده ونشتغل برضو؟ ده مش وحش. انا مش هقول ان انا مش هكمل، عشان لو انا قلت كده مش دي هعرف. نفسك طموح اكبر صح؟ طبعا. فانا لا، انا بقول ان انا هكمل ان شاء الله، حتى لو مجموعي هكمل وبقول كده، بس انا مش عارفه انا هوصل لايه يعني. بس انت هتبداي تحاولي. ومجالي ده هفضل شغاله فيه للابد. انا عندي احساس كده ان انا هشوف لك مصنع قريب بتاعك. كل الناس مش عارف بتقول ليه كده. لا يعني مدياني الاحساس ده، وده شيء مهم على فكره. اكيد ان شاء الله هعمل مصنع كبير ان شاء الله، وانا بقى ساعتها هسجل معاك انت صاحبه المصنع. خلاص ماشي. شكرا لكم. فني بحب وطني وحبني بلدي، هو ده شعارنا في دور يا موتور. نشوفكم الحلقه الجايه. دور يا موتور يلا